عبد الله محمود الله يرحمه كان من اهم ادواره على الاطلاق. نسيت اقول لكم ان انا كنت بروح انا وعبد الله المرزي نطلع نتمرن، مش انا، هو يطلع النخله ازاي بسرعه. محمد فاضل قال في خلال اسبوع، هو ما كانش جبار الاستاذ فاضل، بس انا عايز دايما عايز المصداقيه. يعني ازاي طالع النخل، اسمه كده الفيلم طالع النخل، وعبد الله محمود هو طالع النخل وما بيبقاش بيطلع النخله زي الراجل كان بيطلع النخله في تك 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 يبقى فوق ويقطع البتاع ويرميه وينزل. فطبعا اول يوم رحنا انا وعبد الله محمود، عبد الله صديقي من الطفوله، كنا بنمثل مع بعض واحنا اطفال، قال لي لا يا عم انا هعتذر عن الفيلم. ايه ده؟ انا اعمل كده؟ قلت له ما هو انت عمرك يعني ما عمتش مره واحده وما سوقتش العربيه مره واحده وما عملت. فقعدنا فتره كبيره قوي وكان الاستاذ فاضل للدرجات دي. عبد الله محمود كان بشرته غامقه، كان عايزه يبقى اغمق من كده، فكان بيقعد في الشمس عشان ما يبقاش فيه مكياج. فتفاصيل كتير. خلينا نبص على المشهد بتاع طالع النخل.